الفلورايد وفوائده العظيمة، ولما بقول عظيمة فأنا ما ببالغش خالص، لأن الفلورايد لو دخل في تكوين الأسنان بنسبة مظبوطة هو قادر إن هو ينقلها في حتة تانية خالص. قبل أي حاجة أنا دكتور يارا ياسين وده درس خصوصي. بالرغم إن عندنا معادن كتير بتدخل في تكوين الأسنان وهي مهمة جدا زي الكالسيوم والفوسفات والفوسفور ومعادن تانية، إلا إني زي ما قلت إن الفلورايد لو دخل في تكوين الأسنان بنسبة معتدلة هيقدر يخليها أصلب وأقوى ومقاومة للتسوس بنسبة كبيرة قوي. طيب هو هيأثر على الأسنان إزاي؟ أول حاجة إن هو هيخلي الأسنان زي ما قلت أقوى وأصلب، يعني تقدر تقاوم التحلل اللي ممكن يحصل لها من البكتيريا أو من الأحماض، فمش هيحصل لها تحلل بسهولة خالص. تاني حاجة إن هو بيساعد الأسنان إنها تعمل ريمينرايزيشن، يعني تستعيد المعادن بتاعتها لو حصل لها بدايات تسوس أو بسبب الأحماض بشكل أسرع بكتير من إن هو ما يبقاش موجود. تالت حاجة إن هم لاحظوا إن الناس اللي دخل الفلورايد في تكوين أسنانها بنسب كافية عندها نسبة التسوس بالذات في الضروس الخلفية أقل بكتير من الناس اللي ما دخلش الفلورايد في تكوين أسنانهم بنسب كافية. طيب الفلورايد ده بقى موجود فين؟ الفلورايد موجود حوالينا في المية وفي بعض النباتات وفي الملح وفي بعض الأكلات كمان، بس مشكلته إنه بيبقى ساعات موجود بنسب مش كافية إنها توصل لنا التأثير اللي إحنا عاوزينه ده. عشان كده بعض الدول فكرت إنها تضيف الفلورايد في مية الشرب، وبصراحة دي كانت من أفضل الإنجازات في تاريخ طب الأسنان، حتى إن منظمة الصحة العالمية قالت إن دي من أفضل وأوفر وأأمن الطرق إن إحنا ندخل فلورايد في تكوين الأسنان. طيب كده الناس اللي ما استفادتش بالفلورايد في تكوين أسنانها مش هتستفيد منه خالص بعد ما أسنانها اتكونت؟ الحقيقة إن هما كانوا فاكرين كده لحد سنة 1950 اكتشفوا إن في أدلة كتير جدا بتؤكد إن إحنا ممكن نستفيد كمان بالفلورايد بعد ظهور الأسنان، وده موجود في حياتنا اليومية زي مثلا معجين الأسنان، ما هي برضو فيها نسبة فلورايد، وزي بعض المضمضات بيبقى برضو فيها نسبة فلورايد، وفي حاجة كمان اسمها فلورايد فارنش وده بيتعمل في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان، بيتعمل مرة في السنة أو مرتين، بيبقى فيه نسبة كبيرة شوية من الفلورايد بس ليه مفعول خطير على الأسنان على المدى الطويل. وفعلا لاحظوا إن الأطفال اللي بيتعمل لها فلورايد فارنش بعد سن 6 سنين، يعني من أول ظهور الأسنان الدايمة، عندهم نسبة التسوس أقل كتير من الأطفال اللي ما تعملهمش خالص فلورايد فارنش، وده بيأكد إن إحنا فعلا ممكن نستفيد بالفلورايد فوائد كبيرة جدا بعد كمان ظهور الأسنان. كمان الفلورايد فارنش مفيد جدا في بعض الحالات، زي مثلا الناس اللي عندهم انحسار في اللثة، فالجذور عندهم بتبقى باينة فبيبقى عندهم قابلية أكتر للتسوس، وكمان بيبقى عندهم حساسية في الأسنان. وفي بعض الحالات اللي بتتعرض للراديشن أو الإشعاع، لأنه بيعمل لهم حالة من الجفاف في الفم، وده برضو بيعرض الأسنان أكتر لقابلية التسوس. بالرغم من كل الفوائد العظيمة اللي أنا قلتها عن الفلورايد، بس احنا برضو لازم ناخد بالنا من استخدامنا للفلورايد ونكون ماشيين على الجرعة المناسبة لينا. يعني مثلا بالنسبة لمعجون الأسنان لازم نستخدم المعجون المناسب لسننا ونستخدم الكمية كمان المناسبة. وبالنسبة للمضمضة زي ما احنا عارفين ان ما ينفعش المضمضة اصلا تستخدم لسن اقل من 6 سنين. كل ده علشان نتجنب الآثار الجانبية لزيادة نسبة الفلورايد واللي بنسميها فلوروزس. استنوني هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة الجاية.